عندما يتحدث العالم عن كرة القدم، فإنهم يشيرون بالتأكيد إلى النجوم الذين يتألقون على الملاعب بمهاراتهم وقدراتهم الفنية المذهلة. ومن بين هؤلاء النجوم يبرز اسم فينيسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، بمهارته الفريدة وروحه الرياضية العالية. في أحد الأيام تجاوز فينيسيوس حدود الملاعب والتدريبات ووجه خطواته نحو المغرب، لكن لم يكن هدفه تسجيل الأهداف أو الفوز بالمباريات، بل كانت رحلته هذه مختلفة تماماً، حيث أراد أن يبث البهجة والفرح في قلوب الأطفال المغاربة. وصل فينيسيوس إلى مدينة مراكش، ولم يقتصر زيارته على الجولات السياحية والاستمتاع بجمالها الطبيعي، بل ذهب إلى مؤسسة الشرف بمنطقة الازدهار، حيث كانت تنتظره أعين الأطفال المتلهفة والقلوب المشتاقة للفرح. وهناك لم يتوانى فينيسيوس عن مشاركة الأطفال في لحظات من الفرح واللعب، فقدم لهم دروساً لا تدرس في أي ملعب، بل في ساحات الحياة التي تملأها الأمل والبسمة. لعب معهم بكل حماس وتفان وسط دهشة وسعادة لا توصف في عيون الصغار. وكان لقاء فينيسيوس بالأطفال المغاربة لحظة لا تنسى بالنسبة للجميع، فقد كانت فرصة للتواصل بين ثقافات مختلفة ولنشر رسالة السلام والتسامح عبر لغة واحدة تتحدثها جميع القلوب، لغة الحب والتعاون والفرح. وعندما غادر فينيسيوس ترك وراءه ذكريات جميلة وبصمة إنسانية تروي قصة حقيقية عن الرياضة الحقيقية التي لا تقتصر على الانتصارات والميداليات، بل تتعداها إلى عالم الإنسانية والعطاء والتواصل بين الشعوب. في النهاية يبقى فينيسيوس جونيور ليس فقط نجماً على الملاعب، بل أيضاً رمزاً للإنسانية والعطاء. يلهم الشباب والأطفال حول العالم بروحه الرياضية العالية وحبه للتواصل والتفاعل مع الآخرين، مما يجعله قدوة للجيل الجديد من لاعبي كرة القدم وقادة المستقبل. اختيار فينيسيوس قضاء إجازته في المغرب يعكس مزيجاً من العوامل المتعددة التي تجعل هذه البلاد وجهة محببة للكثيرين. لماذا اختار فينيسيوس قضاء إجازته في المغرب؟ في عالم مليء بالوجهات السياحية الجذابة، يبحث المشاهير والشخصيات البارزة عن الأماكن التي تتميز بسحر خاص وتجربة فريدة من نوعها. ومن بين هذه الوجهات اختار النجم الشاب فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإسباني، قضاء إجازته في المغرب، مما أثار تساؤلات واهتمام الجمهور ومتابعيه. هل اختار فينيسيوس المغرب بسبب مناطقه السياحية الخلابة؟ أم أن سبب اختياره يكمن في طيبة سكان المغرب وحسن استقبالهم؟ هذه الأسئلة تثير الفضول وتدفعنا لاستكشاف دوافع هذا الاختيار الغريب. على الرغم من وجود وجهات سياحية مشهورة في العالم، إلا أن المغرب يتميز بجمال طبيعي فريد ومتنوع، حيث تلتقي فيه الشواطئ الذهبية بالجبال الشاهقة والصحاري الرملية، مما يوفر تجربة سياحية متكاملة للزوار. إضافة إلى ذلك، يتمتع المغرب بتاريخ وثقافة غنية ومعمار تقليدي يروي قصصاً قديمة تعكس تراث البلاد العريق. ومن ناحية أخرى، فإن طيبة وترحيب سكان المغرب لها دور كبير في جعلها وجهة محبوبة للسياح، فالضيافة الحارة والاستقبال الودي يجعلان الزوار يشعرون بالراحة والانتماء، مما يجعلهم يحملون ذكريات جميلة عن البلاد وشعبها. ربما يكون اختيار فينيسيوس لقضاء إجازته في المغرب نتيجة لتوافر هذا الجمع بين الجمال الطبيعي والثقافة الغنية والضيافة الشخصية، مما يجعل تجربته في هذا البلد العربي لا تنسى. وربما تكون هذه الزيارة فرصة للتواصل الثقافي وتوطيد العلاقات بين النجم والشعب المغربي، وهو ما يضفي بعداً إنسانياً على رحلته. وحرقوا، روحوا لمروك، روحوا، ما لقيتوش تزيدوا تحرقوا لاوروبا، ما تزيدوش حرقوا لاوروبا. حبيتوا تهبلوا الجنرالات هذو، والله حبيتوا تمرضوهم في رسالهم. روحوا المغرب، روحوا المغرب ونعتوا ديروا لهم فيديوهات وقولوا لهم شوفوا المروك زي ما ولا. يهبلوا راه مسكرين عليكم
باش ما تشوفوش المغاربة كيفاش عايشين خير منكم. هاو السبب الرئيسي علاه راه مسكرين الحدود مع المغرب، كي لا تنظروا إلى تقدم المغرب. أين وصل المغرب في البنية التحتية، في القطارات؟ هما حابين يعيشوكم في أوهام، يعيشوكم باللي الجزائر راكم عايشين في الخرا. الجزائر عايشين يا ربكم في الزبل، عايشين في لامير، عايشين في الخرا الحقيقي، بلا طريق، لا قطار، لا طيارة، لا ترام. فاحنا نحلم أن نصبح مثل المغرب خاوتي. الجزائر لا نريد أن نصبح مثل فرنسا أو ولينا حابين نوليو كيما المغرب. المغرب بعدت علينا 200 سنة ويقول لك تقود المغرب. روحوا المغرب شوفوها يا الرب. أنني رحت شفتها في 94 يا زلمة، في 94 رحت شفت المروك خير من الجزائر تاع دركا. ليش نقول عن المغرب انه بلد جميل؟ وليش يتوافد عليه سنويا حسب اخر احصائيه اكثر من 13 مليون سائح؟ وايش الاسباب اللي تخلي الكثير من مشاهير العالم يختارون المغرب كمحل اقامه لهم بين فتره وفتره؟ باختصار المغرب تقريبا فيه كل شيء من طبيعه واثار واجواء ومناطق سياحيه، واللي يزود جمال هالعوامل اكثر طيبه اهل المغرب وحسن تعاملهم ومعاشرتهم. عندما يتعلق الأمر بالجدال بين الدول، فإنه من النادر جدا أن يجد الشخص نفسه في موقف يعترف فيه بأفضلية دولة أخرى بمليون مرة. لكن هناك دائما الاستثناءات التي تبرز، وهذه المرة جلبت لنا تصريحات مفاجئة من جزائري شجاع يعترف بأن المغرب أفضل من بلاده بمليون مرة. لم يكن الكلام هو جزء من حوار سياسي معقد أو مناقشة دبلوماسية، بل كانت تصريحات صادرة عن شاب جزائري عبر وسائل التواصل الاجتماعي أثارت ضجة كبيرة في الأوساط العربية. المغرب أفضل من الجزائر بمليون مرة. هذه الجملة التي أطلقها الشاب الجزائري على حسابه في تويتر لم تكن مجرد تصريح عابر، بل كانت بمثابة قنبلة من العيار الثقيل تتسبب في تفجير جدار الصمت المحيط بمثل هذه القضايا الحساسة. فما الذي دفع هذا الشاب للتصريح بمثل هذه الكلمات المفاجئة؟ هل كانت هناك دوافع سياسية وراء ذلك؟ أم أنها مجرد رؤية شخصية نابعة من تجاربه الشخصية؟ عند التحقيق في تلك التصريحات تبين أن الشاب الجزائري قد قام بزيارة للمغرب مؤخراً، حيث قضى بعض الوقت في استكشاف جمال البلاد وتعرف على ثقافتها وشعبها، ومن خلال تلك الزيارة تغيرت نظرته تماماً تجاه المغرب. لقد وجدت في المغرب ما لم أجده في بلاد الجزائر. هكذا علق الشاب الجزائري على تجربته في المغرب. البلاد مزدهرة، والناس ودودون للغاية، والمناظر الطبيعية خلابة بحق. لقد شعرت بالراحة والأمان هناك أكثر مما شعرت به في جزائري الحبيبة. هذه التصريحات أثارت جدلاً واسعاً في الجزائر، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض. فبينما رأى البعض أن هذا الشاب يعبر عن وجهة نظر شخصية لا تمثل الجميع، رأى آخرون أنه بالفعل قام بتسليط الضوء على النواحي الإيجابية في المغرب، وأنه ليس من الضروري أن تكون الولاءات الوطنية تعترض على الإقرار بالحقائق. بغض النظر عن الآراء المتنوعة، فإن هذه التصريحات تذكرنا بأهمية التفتح على الآخرين واحترام وجهات النظر المختلفة. إنها دعوة لاكتشاف العالم من خلال عيون مختلفة، والاعتراف بالجمال والقيم في كل مكان، بغض النظر عن الانتماءات الوطنية.